السلام عليكم، هلا شباب، معاكم ليث شو. اليوم يا شباب راح يكون موضوعنا مختلف، ما راح يكون عن اخبار، راح يكون عن قضية قديمة تقدر تقول انها قصة، لكن راح اناقشها معاكم. يعني هي قضية انفيلد. طبعا هذه قضية تتعلق بالسحر او بالجن، يعني في بيت مسكون. فهذا الكلام حقيقي، يعني ما راح اقول كلام من عندي او كلام كذب. طبعا كثير نسمع عن الاخبار البيوت المسكونة وبيت فيه مثلا جن او مدري كيف، لكن احيانا ما حد يعطيها بال. لكن هذه القضية كل الناس أعطتها حجمها لأنها موثقة بالصور وموثقة بالتسجيلات الصوتية، وأيضا الناس اللي عاشوا التجربة هذه هم حيين لين الحين. فخليكم مركزين معي. طبعا القصة هذه بدأت من قرية في ضواحي لندن. طبعا القرية هذه اسمها قرية انفيلد. حرمة شرت بيت في قرية انفيلد. طبعا الحرمة هذه عندها 4 أولاد، واحد عمره 7 سنوات، واحد عمره 9 سنوات، وواحد عمره 12 سنة، وواحد عمره 11 سنة. في يوم من الأيام الحرمة هذه كانت قاعدة تشوف التلفزيون تحت، وقايلة لأطفالها يعني روحوا ناموا. فهي تسمع يعني صوت ازعاج ومدري كيف وحشرة عندها، فقالت لهم يعني تنادي عليهم تقول لهم ناموا ناموا مدري كيف، فما تلاقي رد، يعني نفس الازعاج. فقررت انها تروح تشوف الوضع وش صاير فوق. فراحت على غرفة اطفالها، وهي كانت مرة معصبة منهم. فدخلت عليهم ولقت البنات قاعدات في طرف الغرفة خيفانات، ولقت الكبت حق الثياب وحق الملابس موجود في نص الغرفة. طبعا الكبت هذاك مرة ثقيل كان. فهي خافت من الوضع، قالت وش السالفة وش صاير. فنشت ورجعت الكبت هي واطفالها على مكانه. بس لما رجعت الكبت طلعت هي من الغرفة وسمعت صوت أطفالها يصارخون. فرجعت الغرفة ولقت الكبت موجود في نص الغرفة. فمن ذيك اللحظة خافت وقالت أكيد إن في شخص معانا. فشالت أطفالها وقالت خلاص أنا بروح. فراحت بيت جيرانها يعني. فلما وصلت بيت جيرانها قالت لهم عن الوضع وقالت لهم وش صاير معهم. فراح زوج جارتها لبيتها علشان يشوف وش القصة وش الأمر وش صاير. فراح زوج جارتهم علشان يشوف البيت ويتفحصه. طبعا فحص البيت وكل شيء، لكن للأسف ما لقى يعني شيء خارج عن المألوف. فقرر انه يطلع، لكن قبل ان يطلع سمع صوت 3 طرقات على الجدار. قال خلى لحق الصوت. فلما لحق الصوت كل مرة الصوت يتغير مكانه، كل مرة يتغير مكانه، لين آخر شيء الصوت نزل به للقبو. فقال خل انزل للقبو، يمكن هذا صوت مياه او شيء كذا، يعني متسرب ماء او شيء، فهو اللي يزين لهم الصوت هذا. لكن لما نزل القبو ما لقى شيء، يعني يتغير صوت، مرة يروح بفوق، مرة ينزله تحت، مرة فوق، مرة تحت. فالرجال خاف وقال خل ارجع انحاش. فلما رجع على بيته تقول السيدة هودجسون أول مرة بحياتي أشوف رجال بهاي الضخامة خيفان كذا. ففي الصباح السيدة هودجسون قالت خل أروح مركز الشرطة. فراحت مركز الشرطة وقدمت بلاغ، وأرسلوا معها شرطي وشرطية علشان يتفحصون البيت. فراحوا يتفحصون البيت، يتفحصون مصدر الطرق، لكن للأسف ما لقوا شيء. فقالوا خل نطلع. لكن قبل أن يطلعون سمعوا بنت السيدة هودجسون تصارخ وتناظر على الكرسي. فلما ناظروا على الكرسي لقوا أن الكرسي قاعد ينتفض ويتحرك من نفسه. فالكرسي تحرك تقريبا حول 3 أو 4 أمتار. فراحوا الشرطيين قالوا يمكن هذه خدعة أو حاجة كذا. فراحوا يتفحصون الكرسي، قاعدوا يتفحصونه ويتفحصونه، لكن ما لقوا شيء في الكرسي يعني. فخافوا هم بعد وطلعوا من البيت وقالوا للسيدة هودجسون هذه القضية ما هي بقضية شرطة. مع مرور الأيام بدأ يتسع صيت القضية هذه، والسيدة هودجسون بدأ ينتشر يعني صيتهم. فانتشر على الحارة، ثم القرية، ثم المنطقة كاملة. فقررت جريدة الديلي ميرور انها تجي وتشوف وش الموضوع وش السالفة. فأرسلوا مراسلين 2 علشان يشوفون وش القصة وش صاير. فلما وصلوا الصحفيين الاثنين قالوا ان المكان كان في فوضى عارمة. كانت الاشياء عادي تتحرك من نفسها، مثلا كرسي كذا واقف فجأة كذا تحرك من مكانه. فكان يعني اشياء تخوف في البيت هذا. فبعد تقرير جريدة الديلي ميرور كثير وسائل اعلام جات على البيت، حتى ان قناة الاذاعة البريطانية البي بي سي ارسلت صحفيين علشان يسجلون الصوت. سجلوا صوت الصحفيين هذيلا وكل حاجة وصوروا، لكن لما راحوا انهم يعني يطلعون الصوت وكذا لقوا انه الاشرطة من داخل خربت وكل التسجيلات امتسحت. بعد اسابيع اتصلت السيدة هودجسون بجمعية البحوث الروحانية البريطانية امل انهم يساعدونها. فارسلت الجمعية 2 محققين اللي هم موريس جوريس وغاي ليون. طبعا هذول الفوا كتاب كامل عن تجربتهم في انفيلد او في المنزل هذا في قرية انفيلد. طبعا من اليوم الأول حقهم في البيت هذا أو مع العائلة هذه شافوا المحققين أمور غريبة. يعني المحقق موريس يقول إن شاف مكعبات الليجو تطفو في الهواء
ولما امسك بوحدة كانت حارة، والثاني يقول انه شاف الاثاث يتحرك ويصير من تلقاء نفسه يعني، وشاهده قميص على الطاولة يرتفع في الهواء كذا من نفسه بدون اي يعني بدون احد يسحبه وبدون اي شيء يعني. طبعا المحققين بسرعة انتبهوا ان الاحداث الغريبة هذه تتركز حول بنات السيدة هودجسون يعني، خصوصا بنتها الصغيرة اللي هي جانيت. كانت كل شيء صاب بالجنون يعني في حضورها يعني، لما تدخل البيت كان كل حاجة تصير فوضى، كان الأثاث يتحرك من نفسه، كانت كل حاجة تطفو في الهواء، كانت يعني قضبان حديدية يقول لك كانت تلتوي، كواب الماي كانت تمتلي، كتب كانت تطلع وتختفي ومدري كيف، ضرب على الجدار، وكان كل الاشياء هذه تصير لما تجي بنت السيدة هودجسون على البيت. حتى اغلب الجيران هم اقسموا وقالوا انهم شافوا جانيت تطير في غرفتها، وحتى بعضهم شافوا وهي تدخل في حالة صرع يعني، خلال حالة الصرع هذه كانت تصبح قوية مرة. حتى لما كانت البنت تصاب بالصرع كانوا يسمعونها تتكلم بصوت، طبعا الصوت هذا كان مختلف عن صوتها، كان صوت رجال. المحققين هنا عرفوا ان البنت هذه فيها مس شيطاني، خصوصا انها كانت تتكلم بدون ما تحرك شفتيها يعني. فقعدوا يتكلمون مع الرجال هذا او مع المس اللي صايبها او الجن اللي داخل فيها، ففي النهاية عرفوا انه اسمه بيل ويكلينز، وهذا الرجال كان ساكن في البيت هذا قبل عدة سنين. فقعد هذا العجوز يحكي لهم قصة لما مات، فيقول لهم قبل أنا أموت يعني صابني العمى وحدث لي نزيف في الراس، فشعرت بالنعاس ثم نمت على الكرسي الموجود بجانب السلم في الطابق السفلي. طبعا هو ذاك الكرسي اللي كان يتحرك من مكانه. طبعا جانيت لما تطلع من حالة الصرع ما تتذكر اي كلام قالته وهي في هذه الحالة يعني، كانت تنسى كل شيء. فالمحققين يعني قالوا يمكن هي تتصنع الصوت هذا، فخلوها تشرب ماء وتحتفظ فيه وتتكلم. فلما تتكلم ما تطلع نفس الصوت، كان الصوت مرة يختلف. فراحوا لأخصائي حنجرة وقالوا له يعني هل ممكن هي مثلا تغير صوتها بهذه الطريقة؟ فقال لهم الأخصائي مستحيل يعني انها تتكلم بصوت واضح ويكون يعني فمها مغلق، هذا شيء يعني تقريبا مستحيل، لأنه راح يحطم أو راح يكسر أو راح يمزق يعني حبالها الصوتية. وفي شخص اتصل على المحققين هذا بعد عدة شهور من الموضوع هذا، فقال لهم أنا ولد السيد بيل ويكلينز، ويقول إن أبوه صدق توفى في هذا البيت قبل عدة سنوات، وهم كانوا ساكنين معه في البيت لما توفى. طبعا المحققين حطوا كاميرات في غرفة جانيت علشان يشوفون وش الأمر وش صاير، فكانت الكاميرات هذه تلتقط صورة كل ربع ثانية لأي شيء يتحرك، كانت تلتقط صورة يعني كاميرات حرارية، فالتقطوا عدة صور يعني للغرفة ذي. طبعا بعض ذي الصور طلعت ان الأثاث يتحرك من نفسه، كانت الفراش كان يتحرك من نفسه يعني. طبعا هذا كله في غرفة جانيت. بعضها أظهر ان جانيت طبعا هي تطير طبعا في الهواء داخل غرفتها، وكانت يعني تقريبا ممكن تقول انها كانت خايفة لما كانت تطير. طبعا هذا تسجيل لصوت الشخص اللي اسمه بيل، راح احطه لكم، اذا كنت تخاف لا تسمع الصوت هذا. فما طبعا الأحداث هذه استمرت مدة تقريبا 6 أشهر أو 7 أشهر. مع حلول بداية عام 1978 طبعا بدأت الأشياء تخف، كل حاجة بيخف يعني، الطرق على الجدار بدأ يخف، الأشياء اللي تتحرك بدأت تخف يعني، الأمر تقدر تقول إنه بدأ يهدى شوي. وجانيت طبعا تزوجت وهي صغيرة تقريبا، وهي عمرها تقريبا 16 سنة، تزوجت وطلعت من البيت. طبعا حتى اخوان جانيت في 2 منهم ماتوا، واحد يصاب بالسرطان وواحد يصاب بالحمى. وبجت جانيت وامها واختها الثانية، فهم طلعوا، والام قعدت ساكنة في البيت هذا لعام 2003 لين توفت عام 2003. طبعا بعد وفاة الام عرضوا البيت للبيع، فتخيلوا يعني اخذت البيت عائلة من ام و4 ابناء. طبعا تخيلوا الوضع كيف. العائلة هذه ما قعدت كثيرة وما طولت لين بدأت تسمع أصوات، بدأوا يسمعون أصوات حركة، أصوات طرق، نفس السالفة يعني أول بدأوا يسمعونها الحين. حتى أنهم كانوا يصحون من الليل متأخرين، كانوا يسمعون ناس يتكلمون تحت وإزعاج ومدري كيف، وناس يعني تخيلوا الناس يتكلمون عندك تحت
في البيت عندك يتكلمون، لما تروح ما تلقى أحد. آخر ما صاب العائلة ذي إن ولدهم صح من النوم علشان يلاقي رجال عجوز واقف فوق راسه وقاعد يناظر عليه كذا ومدري كيف. فالعائلة هذه ما صدقت الأمر، شالت أغراضها ويلا سلام، انقلعوا واطلعوا برا البيت. طبعا الحين المنزل مسكون من عائلة، لكن العائلة هذه ترفض انها تتكلم عن اي شيء، يعني ترفض انها تطلع اي تصاريح عن البيت هذا، او ترفض انها تتكلم عن اي حاجة تصير في البيت هذا. طبعا مش الكل مصدق السالفة ذي، لكن يعني في كثيرين، يعني ادلة، في ادلة الشرطة، في ادلة المحققين، لكن البعض يقول ان البنات هذيلا بنات السيدة ذي كانن ذكيات كثير، فكان يبغى يلفت الانتباه، فكان هن يسوون الامر هذا، لكن الامر غير معروف، يعني هل كان هن يسوونه او كان يعني حاجة حقيقية يعني صايرة معهم. فجنت الحين وهي عمرها 40 سنة تعترف وتقول ان بعض الاشياء هي سوتها وفبركتها، لكن تقول مش الكل، يعني تقول بعض الاشياء صدق صارت لنا وخفنا منها، فقالوا لها ليش فبركتي يعني بعض الاشياء؟ تقول هي امتحان واختبار قدرات الاشخاص يعني اللي يحققون في القضية، تبي تشوفهم هل هم صدق بارعين في وظيفتهم ولا لا. والسبب الثاني انهم علشان يرضون الزوار الكثيرين اللي كانوا يجون عندهم البيت علشان يشوفون الاشياء الغريبة. والله بصراحة من حقها يعني اقول، يعني ناس تجي تعبانة كذا على بيتك يعني، واخر شيء ما تشوف شيء، لا يا شيخ لازم شوي نعطي الموضوع اثارة. طبعا جنت تقول من خلال تجربتي اعرف ان هذا الامر حقيقي، يعني لو ما حد صدقها انا اعرف ان هذا الامر حقيقي وصار لي، ويمكن بعضكم يقولون اني انا مجنونة، يمكن بعضكم يقولون ان انا كنت مخادع، لكن هذه الامور صارت لي فعلا، وذيك الروح كانت صدق يعني كانت معاي وكانت تخوفنا في البيت انا وعائلتي. طبعا جانت دخلوها مصحة عقلية وعملوا معها اختبارات علشان يشوفون هل هي مريضة نفسية او عقليا، بس للأسف ما لقوا فيها أي مرض، لقوا أن البنت سليمة من كل حاجة وكذا. طبعا ما أدري هل بتصدقون الخرافة هذه أو القصة هذه أو لا، أنا عن نفسي يعني ما راح أصدقها، لكن حبيت أقول لكم إياها كذا كنوع من الإثارة والتشويق. المهم في نهاية الأمر اكتبوا لي تحت هل تؤمنون يعني بوجود الأشباح والأشياء هذه في المجتمع أو لا. كان معكم ليث شو، عسى استمتعتوا بالحلقة هذه، ويلا سلام، بيس.